كده بصوا، دي طبعا هتتعمل قطع. بصوا بصراحه، وحته جبنه، ولو ما فيش جبنه الجبنه للي عنده جبنه. حبايب قلب ام امل، ازيكم حبايب قلبي؟ يلا بقى نعمل اكله خفيفه كده وسريعه كلنا بنحبها. هنحط 3 بيضات ورشه فلفل اسمر عشان طبعا زفرت البيض. نجيبهم كده مع بعض. انا كنت حاطه معلقه زيت ومعلقه سمنه كده من تحت، على فكره نسيت اقول لكم. تمام، دي اكله بقى كده خفيفه وسريعه وتنفع لجوع اخر الليل كده. قطع فلفل حامي على بارد، اقلبه كده. انا بحبها كده على فكره، واللي بياكلها مني كده بيحبها. طماطميتين كده. تمام، اقلبهم كده مع بعض ورشه ملح كده. دي بقى بتنفع مع جوع اخر الليل. وعايزه اقول لكم بقى على فكره يا جماعه، في ممكن تحطوا فيها لانشون، ممكن تحطوا فيها، انا ما بحبش اللانشون، انا بعملها كده. تمام، وهحط 3 معالق دقيق وحبه بابريكا. دي طبعا يا جماعه انتوا عارفين طبعا بتدي طعم. تمام، وبيكنج باودر، ونقلبهم كده مع بعض. وطبعا يا حبايب قلب انا عملت ليه 3 بيضات عشان احنا 2 بس اللي هناكل، كل واحد بيحط حسب ما هو عايز. وهنا بقى ندلعها بايه؟ انا عندي جبنه موتزاريلا. ادخلها الفرن على درجه حراره 200 وافتح لها بقى المروحه، انزلها في الحاجه اللي تحت ده. هنا بقى طلعنا الصينيه الجميله بتاعتنا. حمرت بس زياده عن اللازم شويه، انا ولعت عليها الشوايه. هقطعها واكمل معاكم. طبعا هي لسه ما بردتش. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه وطعم. بصي بقى يا بنتي، بصي الله على الجمال. فلفل باذنجان. تسلم ايدك يا ست الكل. ايه رايكم؟ تمام، خدي دوقي. خدي دوقي قولي لي ايه رايك. الله الله، تسلم ايدك اللي ما بجد يا بيحبش ياكل ماما. البيض ممكن ياكله بالطريقه دي، والله تحفه. واللي كده بصوا، دي طبعا هتتعمل قطع. بصوا بصراحه، وحته جبنه، ولو ما فيش جبنه الجبنه للي عنده جبنه. اي حته، لو في حته جبنه رومي في البيت تنفع. حبيب قلب ام امل، دعوه حلوه من قلوبكم، ونصرف نفسنا ونعمل اي غدا لقمه على قد الايد. واللي مش عايز يعمل معاها الفلفل والبتنجان ما يعملش، الموجود عندك اعمليه. وشير ودعوه حلوه واكله خفيفه. يلا باي باي.